شيخ محمد، نفع الله بك ورفع الله قدرك. من المشاركات التي وصلت إلينا عبر رقم الواتساب 500299992 فيما يتعلق بموضوعنا لهذا الصباح، أبو تميم يقول: كل حبيب يكثر من ذكر حبيبه ويستأنس به. فعل النبي عليه الصلاة والسلام في جناب الله عز وجل من ذكره، ويعني حتى الصحابة رضوان الله تعالى، فينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الله في قيامه، في قعوده، في بداية حديثه، في استهلاله. هذا الأنس الذي كان يجده النبي عليه الصلاة والسلام مع ذكر الله. لو تحدثنا عن هذه النقطة. ذكر الله ذكران: ذكر قلب وذكر لسان. فالعارفون بالله قلوبهم مشغولة بالله في كل أوقاتهم، فلا ينصرفون عنه إلى غيره. ولذلك مقام الخلة هو أعلى مقامات العبودية. وقد ناله إبراهيم خليل الله، واتخذ الله إبراهيم خليلا، وناله محمد صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. والخلة معناه أن تخالط المحبة قلب الإنسان، فيعرف الله حق معرفته ويحبه حق محبته ويأنس به ويعتمد عليه ويشتاق إليه. وهذا كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مع الله في كل أوقاته وفي كل أحيانه، كما قالت عائشة في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يذكر الله في كل أحيانه. وكونه صلى الله عليه وسلم كذلك لتمام معرفته بالله ولمعرفته أنه يستحق الذكر ويستحق الشكر ويستحق الثناء سبحانه وتعالى، وأن كل ذلك لا يضيع عنده سبحانه وتعالى. فلهذا من عرف الله جل جلاله عرف أنه يستحق الذكر لذاته، ويستحق الذكر لصفاته، ويستحق الذكر لأنعامه، ويستحق الذكر لكماله، ويستحق الذكر لجماله، ويستحق الذكر لسالف خيره ومعروفه لديك، ويستحق الذكر لما ترجوه منه في المستقبل. فكل ذلك من دواعي الذكر لله جل جلاله. وهذا الذكر سبحان الله هيأنا الله له، فخلق الله لك هذا اللسان. وقد ذكر الأخ في تقديم أن الذكر من أسهل القربات والعبادات، لأن حياتك إنما تكون بالهواء الذي تستنشقه وهو الأكسجين النقي، فيدخل إلى الرئتين ثم بعد ذلك تخرجه زفيرا متلوثا ثاني أكسيد الكربون، وتضغط عليه في أي مكان من مخارج الحروف فيخرج حرف دون أن تشعر بهذا الضغط، سواء كان الضغط شديدا فيخرج الحرف الشديد، أو كان متوسطا فيخرج الحرف المتوسط، أو خفيفا فيخرج الحرف المهموس، وهكذا. فلذلك تنفسك هو عبارة عن عملية لا تفكر فيها ولا تبذل فيها جهدا، وإخراجك لهذا التنفس أسهل وأسهل، وهذا الإخراج هو الذي يحصل به الكلام، يحصل به الذكر. فلا بد أن تجعل أنفاسك ذكر لله سبحانه وتعالى ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وكل شيء يذكرك بذلك. تعاقب الليل والنهار، ساعات الليل والنهار، الصباح الذي نحن فيه وقد انفلق بأمر الله سبحانه وتعالى، مؤذنا لكثير من الناس بأن يقوموا من جديد وأن يبعثوا من منامهم، وهذا النوم إنما هو ممات أذن لهم بالارتفاع منه والقيام. وهذا يذكرنا بأننا إذا انتقلنا من هذه الدار إلى القبور يتمنى كل إنسان منا أن يرجع إلى الحياة الدنيا حتى يقول لا إله إلا الله، وقد حيل بينه وبينها. فكثير من أصحاب القبور يتمنون الرجوع إلى هذه الدار، كما قال الله تعالى: قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وكما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. والذين يلتهون عن ذكر الله وينشغلون عنه بالأموال أو الأولاد أو الوظائف أو الأعمال أو حتى بمجرد اللهو واللعب خسروا خسرانا مبينا، لأنه قال: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. هذا غاية الخسارة
أن تشتغل بالأدنى وتترك الأهم، وأن تشتغل بما يوبقك وتترك ما ينجيك. فأنت في معركة في هذه الدار مع إبليس عدوك، ومع النفس الأمارة بالسوء، ومع قرناء السوء، ومع مفاتن الحياة الدنيا وشهواتها، ومع حظوظك النفسية. هذه 5 جبهات مفتوحة عليك في وقت واحد، ولا سلاح لك إلا ذكر الله. فذكر الله هو سلاح المؤمن، والدعاء هو سلاح المؤمن. فالذي يدخل المعركة دون سلاح لا شك أنه مهزوم من البداية، كتب الهزيمة على نفسه. ولذلك لا بد أن نتسلح بذكر الله سبحانه وتعالى وأن نجتهد فيه. نعم، بارك الله فيكم شيخنا.